شاء الله. شفتك انت مكسر الدنيا في منتخب مصر للكره الشاطئيه. الحمد لله، الواحد اي لعبه بحب ان انا اشارك فيها يعني. جبت انت جول عالمي في غانا. اللعبه ما كانتش صعبه معاك يعني؟ اللعبه لذيذه جدا وجميله جدا كرمله بصراحه. بقى وكوره، والكوره بتبقى ناشفه بقى زي الكوره لا العاديه. الكره حلوه، ده الكره جميله بصراحه. خفيفه عشان انت بتبقى لا خفيفه وبتروح يعني، فاهم؟ عندي ما انت ما قلت بتقعد ولا قلبت بتشوت ده دبل كيك في بتروح. ماتش غانا، جبتها جول على طول. بحب الالعاب دي بصراحه. محمد شريف حاول يعملها في الدوري. فمحمد شريف شفتها؟ يعني شفتها، بس يعني ربنا ما وفقوش فيها يعني. طب دي قله تركيز منه لا هو ممكن ولا هو كان يكون عايز يعمل مثلاً حركه؟ اصل هو مش في احسن يعني احواله. هو الكرة لما بتجيله هو ما استعدش ان هو ياخد القرار انه يعملها، فهو فجأة راح واخد القرار، فانت جسمك اصلا مش معدول. انا الكرة بتاع غانا دي لما جات لي انا خلاص متفقين عليها اصلا، احنا الحارس هيمسك، انا بروح واخد عامل الفنت وبرجع في رجعتي لورا ديت، خلاص انا رجلي خلاص راحت للكرة، فخلاص راحت جول. فان محمد اصلا ما توقعش صح وما مشيتش معايا. معلش انا لازم اكون عندي ثقه في نفسي وعندي شغف ان انا الحاجه دي لازم اكررها مره واثنين وثلاثه، مش تيجي معاك من اول مره، فلازم تكون انت متعود عليها اصلا. انا يعني بفضل الله انا متعود على الكره دي يعني. انا في الدوري وانا في سموحه جايب الجول ال17 واخد بيه هداف الدوري في طلائع الجيش الكره دي برضه. فالحمد لله انا بتحبها فبتعود عليها. بحب العب الكره دي قوي. فانا يعني زي ما بتقول متمرن عليها كتير، فان حد يجي يعملها مثلا وهو حسن، انت لازم تكون جسمك معدول للكوره. هو ممكن يكون كان مهزوز برضه هو بيعملها، لو خد تفكير مرتين اعملها ولا لا بلاش، فجه يعملها فطلع بالمنظر. هو مثلا ممكن يكون برضه كان بيلعب وهو مضغوط والنادي الاهلي كان خسران، فبرضه الاجواء فاهم، فما انت بتاخد القرار في ثانيه، فالثانيه ديت انت جسمك ما كانش معدول. لا انت جسمك مش معدول. الكرة دي لازم ان انت تهيئ نفسك وبعدين تعدل جسمك للكرة، لا اما هتطلع بنفس الشكل اللي هي طلعت.